طبعا ده اكيد ما يخفاش عليك موضوع الفيلم اللي هينزل على نتفليكس تحت عنوان كوين كليوباترا، واللي بيتكلم عن الملكة كليوباترا اللي كانت حاكمة لمصر في يوم من الأيام، الملكة كليوباترا اليونانية. وانت أكيد شفت بالبوستر إن بطلة الفيلم هتبقى من أصحاب البشرة السمراء الأفريقية. بسبب الموضوع ده حصل هجوم وهياج كبير جدا من الشارع المصري على الممثلة وأصحاب العمل وعلى الفيلم نفسه، إنك إزاي تتزور في التاريخ الملكة كليوباترا كانت شقرة وأنت جايبها من أصحاب بشرة سمراء، أنت ليه عايز تعمل كده؟ عايز تعمل إيه؟ ولكن أحب أقول لك الموضوع بدايته مش هنا، الموضوع بدايته في حفلة كانت المفروض تحصل يوم 21 فبراير اللي فات. كان المفروض اللي هيعمل الحفلة ديت هو الممثل المشهور كيفن هارت، ممثل أمريكي مشهور جدا ومحبوب جدا، ممثل كوميدي وله أفلام كتير مشهورة ومحبوبة جدا من الناس. فلما جابوش مصر عشان يعمل حفلة يدعو فيها الأفكار الأفروسنتريك، والأفروسنتريك دول هم ناس مقتنعين إن أغلب الحضارات بتنتمي لأصحاب بشرة سمراء الأفريقيين، وإن بالنسبة لهم إن المصريين الحاليين الموجودين في مصر هم مجرد محتلين، وإن الحضارة المصرية بترجع لأصحاب بشرة سمراء الأفارقة. طبعا أحب أقول لك إن الحفلة دي اتلغت بعد ما الدولة خدت بالها من اللي بيحصل ده، لغوا الحفلة تماما، ويشكر المسؤولين اللي كانوا مسؤولين عن القرار ده. ولكن هنا السؤال، وانتوا عايزين مننا ايه؟ وايه حكاية الحركة دي اللي لها داخلة مصر وداخلة بالقوة دي؟ طبعا ممثلة او بطلة الفيلم ردت على كم الكومنتات والهجوم اللي جه عليها، وتقول ان اللي مش عاجبه الفيلم ما يتفرجش. طب والمساس بالحضاره بتاعتي، الحضاره والتاريخ اللي شايلين لحد دلوقتي رغم الظروف الوحشه اللي بتمر بها البلد، انتوا كمان عايزين تاخدوا ده مننا؟ طب ليه؟ ايه السبب؟ مش هدخلك في تفاصيل فكره المؤامره العالميه اللي بتحصل على اغلب الشعوب ومحاولات لتعديل الهويه بتاعتها ومحوها بالكامل تقريبا، ولكن الحضاره المصريه مش بالسذاجة ديت ولا بالضعف ده انك تحاول ان انت تغير فيها او تعدل عليها. ازاي عايز تعمل ده؟ نداء للسادة المسؤولين في مصر، زي ما لغيتوا الحفلة بتاعت يوم 21 فبراير، يعني انتوا تحاولوا ان انتوا تتحركوا ناحية الفيلم ده وصناع العمل ده وتلغوه. مش معقول ان حاجة زي دي كانت بتتم ومحدش خد باله. اما بقى بالنسبة لصناع الفيلم، فاحب اقول لكم كلمة واحدة، التاريخ بتاعنا اعمق واعرق واقوى من ان فيلم تافه مصروف عليه ملايين يغير في التاريخ بتاعنا. احنا عارفينه كويس والناس كلها عارفه كويس. بس كده، اتمنى ان انت تنشر الفيديو ده في كل مكان، سواء بالشير او انك حتى تاخد الكلام اللي انت فهمته وتقوله للناس في بوست او غيره. المهم ان احنا الكلام ده يوصل للناس كلها، ولازم الموضوع ده ما يعديش بالسهل، ولازم يبقى احنا لنا ردة فعل. وبس كده، اشوفك فيديو جديد جاي، ورمضان كريم.